اليوم 26 من يناير نرصد الأحداث الميدانية وعلى المستوى السياسي أيضا، ونلتقي الآن مع الأستاذ صفوت عبد الحميد المحامي نقيب المحامين ببورسعيد. أهلا بحضرتك معنا يا أستاذ صفوت. مرحب بقناة الجزيرة في نقابة محامين بورسعيد. الأستاذ صفوت عبد الحميد، أصدرت نقابة المحامين بيانا منذ قليل وطالبت فيه ببعض المطالب السريعة والفورية. يا ريت حضرتك تتحدث معنا عن البيان. الحقيقة احنا بعد تدارس الأزمة قدمنا 5 مقترحات إلى السيد اللواء قائد الجيش الميداني والسيد اللواء محافظ بورسعيد. المطلب الأول هو متعلق بنقل قسم شرطة العرب وكافة متعلقاته من هذا المكان إلى مكان آخر بديل، على أن تحل محله القوات المسلحة. المطلب الثاني هو إصدار القرارات القانونية باعتبار ضحايا 26 يناير وما بعدها شهداء ومن شهداء ومصابي الثورة، ومع سرعة صرف التعويضات لهم. المطلب الثالث كان متعلق بتوفير العلاج لمصابي 26 يناير وما بعده في المستشفيات الخاصة بالقوات المسلحة أو المستشفيات المتخصصة، على أن يتم العلاج مجانا على نفقة الدولة. المطلب الرابع هو لابد من حدوث تواصل من خلال الإذاعة المحلية لمحافظة بورسعيد فيما بين القيادة السياسية ممثلة في السيد المحافظ وما بين جماهير شعب بورسعيد كلها، ومخاطبتها أولا بأول بكل إجراءات تتم على أرض الواقع حتى يكون هناك تواصل فيما بين القيادة السياسية في بورسعيد وجماهير وأبناء شعبنا في بورسعيد. المطلب الأخير وده احنا طالبنا فيه ان لابد من التحرك السريع على الأرض والتواصل ما بين القيادة السياسية وما بين التجمعات المختلفة، على أن يعلم الجميع مصدر الحقيقة. نحن في حاجة إلى تفهم ما يحدث. عندما نقوم برفض حالة الطوارئ، نحن نرفض حالة الطوارئ باعتبارها قانونا استثنائيا سوف يطبق، تختفي فيه معالم الدولة القانونية، ويخضع جميع أبناء شعب بورسعيد إلى قرارات استثنائية بيد الشرطة، بعيدة عن رقابة القضاء، بعيدة عن النيابة العامة، بعيدة عن حقوق الإنسان، يحدث فيها اختراقات شديدة. والفرق بين القبول بحظر التجوال وما بين قانون الطوارئ هو أن قانون الطوارئ كله سلطات استثنائية حتى لو وصل به الأمر إلى أسبوع، فما بالك ب30 سنة اقتصاد البورسعيدي تعرض لهزات وحصار شديد على مدى 30 سنة، فما بالك ب30 يوم. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا قارنا قانون الطوارئ بقانون الحظر يكون مؤقتا وبقرارات بتحديد ساعات معينة من إلى، قد تزيد هذه الساعات وقد تقل. ومن هنا جاء مطلبنا الأخير وهو تقليص أو تقليل عدد ساعات حظر التجوال بشكل يومي حتى تعود الحياة ساعة بعد ساعة وننتهي من حالة الطوارئ. هذا الكلام يكون توطئة لحالة الطوارئ. نحن في محافظة يتواجد فيها 2 مليون حاوية هم يمثلوا التجارة وغيرها. نحن في محلات لا تستيقظ ولا تفتح أبوابها للمشترين إلا الساعة 12 أو 11 ظهرا. الأستاذ صفوت عبد الحميد، قال لنا اللواء أحمد وصفي أن ما قلت عنه وهي الممر الملاحي وما حوله من شركات للملاحة
وما هو متعلق بكل أعمال الملاحة من شركة بورسعيد لتداول الحاويات أو شرق قناة السويس، قال لنا أن هذه مستثناة من قرار الحظر. يعني قرار الحظر يقوم على المواطنين حتى تتمكن القوات من تأمين المدينة. ما رأيك في هذا الكلام؟ يا سيد الفاضل، لا يجوز الفصل بين تحرك الأفراد وتحرك البضائع. هذه مسألة، الأفراد ملاصقين لحركة التجارة، وحركة التجارة لا تقوم إلا على أفراد ومنظمين ومنظمات ومنشآت تجارية وغيرها، وبالتالي تحتاج إلى عشرات الأفراد للعمل فيها. ولننظر مثلا إلى الحاويات العملاقة التي تأتي من خلال السفن مثلا، تستخدم في عشرات السيارات الضخمة التي تنقل حاويات عملاقة من هنا إلى السويس، مستخدمة الطريق البري على مدار 24 ساعة. لننظر إلى المترددين على المدينة، وكيف يكون آخر موعد للتحرك من بورسعيد مثلا الساعة 4، وكيف يكون أول قادم إلى بورسعيد من القاهرة وهي أقرب مكان لنا في 10 أو 11. ننظر إلى المرضى، ننظر إلى التجار الذين يذهبون من وإلى بورسعيد، كل هؤلاء. ننظر إلى الطلبة والدارسين كيف يذهبون إلى امتحاناتهم وكيف يعودون. كل هذه المسائل مسائل مهمة وحيوية في حياة المواطنين. نحن نطالب برفع حالة الطوارئ والاقتصار على الحظر فقط في حدود توقيتات محددة، تتقلص ساعات الحظر تلقائيا باستقرار الأوضاع في المدينة. الأستاذ صفوت عبد الحميد، حضرتك يعني رؤية حضرتك إيه كراجل قانوني من بداية التظاهرات في موعد بدء الحظر اليومي الذي فرض بعد خطاب الرئيس محمد مرسي؟ التظاهرات هي رد على مزاعم البعض بأن فرض حالة الطوارئ جاءت بناء على طلب أبناء إقليم قناة السويس، ونحن نرفض هذا القانون شكلا وموضوعا، ونعتبره قانونا قمعي من أجل السيطرة على المدينة وتركيعها من جديد كما حدث منذ 30 عاما. نحن نعتبر فرض حالة الطوارئ هو امتداد لحالة الطوارئ التي فرضت قهرا على بورسعيد ومدن القناة منذ 30 عاما. نحن الذين أضرنا في كل شيء منذ 30 عاما، وهذا استمرار لفرض القمع. بورسعيد لن ولم تركع أو تسجد إلا لله، لن تركع بقانون الطوارئ، ولن يرقعها حظر تجوال ولا أي شيء. الجريمة معاقب عليها. سلطة وصلاحيات رجال الشرطة أو القوات المسلحة في القبض والتفتيش والتحقيق والتقديم للمحاكمة ما زالت قائمة بقانون الطوارئ وبغير قانون الطوارئ. فما هي الحاجة إلى السلطات والصلاحيات الاستثنائية التي يضيع فيها الضمانات الطبيعية للمواطن في الحرية والتنقل والبيع والشراء والاستعمال؟ صفوت عبد الحميد، بما أن حضرتك محامي، ما هي الإجراءات القانونية من وجهة نظرك للخروج من هذه الأزمة؟ نقابة المحامين بصدد إقامة دعوة طعنا على هذا القرار الصادر من رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ، ويتم التواصل حاليا بين نقابتي الإسماعيلية والسويس من أجل رفع حالة الطوارئ. نحن نطالب كل وكافة المنظمات في المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكافة الفاعليات في التضامن مع شعب بورسعيد لرفع حالة الطوارئ. هذا هو مطلبنا. الأستاذ صفوت عبد الحميد، نقيب المحامين في بورسعيد، شكرا جزيلا.